مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة الاثنى عشر. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة، الحلقة الاثنى عشر. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة، ساكتة، عينيها شاردين، وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية، بصوت هادئ ولكن فيه جدية. غالي، ليلى، راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود. ليلى، قول اللي عندك، ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي، ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي، وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني. سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دابا فين غادي بيا، ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان، قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة، الخدمة ولا ليلى؟ راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب؟ سليمان كيسكت، وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث. في دار ليلى، والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام: ماما، واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة: ليلى دازت من بزاف، وخاصها غير اللي يفهمها، مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيت كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع. جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل، دابا بغيت نفهم، واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا، وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس. سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن كون مراتك يا سليمان، يا ندمرك. مشهد سادس. ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان. كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان، بغيت غير نهدر معاك، راه غلطت وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دابا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع. غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما، بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن. ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى، سارة، شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي: ليلى، أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت، ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة الاثنى عشر. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل
قفطان خديجة الحلقة 12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة ساكتة، عينيها شاردين وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية. غالي، ليلى، راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود. ليلى، قول اللي عندك ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي، ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني. سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دابا فين غادي بيا، ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان، قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة، الخدمة ولا ليلى؟ راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب؟ سليمان كيسكت وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث. في دار ليلى، والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام: ماما، واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة: ليلى دازت من بزاف وخاصها غير اللي يفهمها مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيت كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع. جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل، دابا بغيت نفهم، واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس. سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن كون مراتك يا سليمان يا ندمرك. مشهد سادس. ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان. كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان، بغيت غير نهدر معاك، راه غلطت وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دابا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع. غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما، بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن. ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى، سارة، شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي: ليلى، أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة الحلقة 12. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة الحلقة 12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة ساكتة، عينيها شاردين وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية: غالي، ليلى، راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود: ليلى، قول اللي عندك
ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي، ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني: سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دابا فين غادي بيا، ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان، قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة، الخدمة ولا ليلى؟ راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب؟ سليمان كيسكت، وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث: في دار ليلى، والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام: ماما، واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة: ليلى دازت من بزاف وخاصها غير اللي يفهمها، مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيت كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع: جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل: دابا بغيت نفهم، واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس: سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن نكون مراتك يا سليمان يا ندمرك. مشهد سادس: ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان. كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان، بغيت غير نهدر معاك، راه غلطت وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دابا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع: غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما، بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن: ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى، سارة، شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي: ليلى، أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة 12. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة، الحلقة 12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة، ساكتة، عينيها شاردين، وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية: غالي، ليلى، راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود: ليلى، قول اللي عندك، ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي، ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها،
ولكن ليلى كانت تطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني، سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دابا فين غادي بيا ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان، قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة، الخدمة ولا ليلى؟ راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب؟ سليمان كيسكت، وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث، في دار ليلى والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام: ماما، واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة: ليلى دازت من بزاف وخاصها غير اللي يفهمها مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيت كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع، جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل: دابا بغيت نفهم، واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس، سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن نكون مراتك يا سليمان يا ندمرك. مشهد سادس، ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان. كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان، بغيت غير نهدر معاك، راه غلطت وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دابا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع، غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما، بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن، ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى: سارة، شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي: ليلى، أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة ال12. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة، الحلقة ال12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة، ساكتة، عينيها شاردين، وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية: غالي، ليلى، راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود: ليلى، قول اللي عندك، ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي، ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني، سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دابا فين غادي بيا ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان، قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة، الخدمة ولا ليلى؟ راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب؟
سليمان كي سكت، وهذا السكوت كي يخوف سارة أكثر. مشهد ثالث، في دار ليلى والدتها وسونيا كي هدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام. ماما، واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة. ليلى دازت من بزاف، وخاصها غير اللي يفهمها مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيث كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع، جميل كي يدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل، دابا بغيت نفهم واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود، حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة، ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس، سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها، إما أن نكون مراتك يا سليمان يا ندمرك. مشهد سادس، ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان. كترد بتردد، شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر، سليمان بغيت غير نهدر معاك، راه غلطت وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول، بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دابا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع، غالي كيهدر مع والدته. غالي، ماما بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله، واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب، مرتاح ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن، ذروة الحلقة، سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ. ليلى، سارة شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة، جيت هدرت معاك حيث باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي. ليلى، أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير، اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة ال12. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة، الحلقة ال12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة، ساكتة، عينيها شاردين، وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية. غالي، ليلى راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود، ليلى قول اللي عندك، ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول، غالي ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة، واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم، سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني، سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول، دابا فين غادي بيا، ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية، سليمان قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة، سارة الخدمة ولا ليلى، راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب. سليمان كيسكت وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث، في دار ليلى والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام، ماما واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة، ليلى دازت من بزاف وخاصها غير اللي يفهمها مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيث كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع،
جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل: دبا بغيت نفهم واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس: سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن كون مراتك يا سليمان يا ندمرك. مشهد سادس: ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان، كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان بغيت غير نهدر معاك، راه غلطت وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دبا بغيت أعيش في سلام، وكتقطع الخط. مشهد سابع: غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن: ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى: سارة شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي. ليلى: أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة 12. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة، الحلقة 12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة، ساكتة، عينيها شاردين، وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية: غالي: ليلى راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود: ليلى قول اللي عندك، ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. واش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دابا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني: سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دابا فين غادي بيا؟ ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة الخدمة ولا ليلى؟ راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب. سليمان كيسكت وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث: في دار ليلى، والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام: ماما واش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة: ليلى دازت من بزاف وخاصها غير اللي يفهمها مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيت كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع: جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل: دبا بغيت نفهم واش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس: سارة كتكون بوحدها
وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن كون مراتك يا سليمان ياني دمرك. مشهد سادس: ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان، كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان بغيت غير نهدر معاك، راه غلط وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك. ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دبا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع: غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: وش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن: ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى: سارة شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي: ليلى: أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة ومليئة بالإثارة من مسلسل قفطان خديجة، الحلقة ال12. حلقة اليوم غادي تكون مختلفة، مليئة بالمواجهات الصعبة، القرارات المصيرية، وأسرار كتوصل لمرحلة الانفجار. علاقات كتتزلزل، قلوب كتتجرح، وأطراف ما غاديش تبقى ساكتة أكثر. شدوا راسكم وخليكم معنا حتى الآخر، حيث الأحداث غادي تقلب الموازين. مسلسل قفطان خديجة، الحلقة ال12. الحلقة كتفتتح بمشهد ثقيل. ليلى واقفة في البلاصة البعيدة، ساكتة، عينيها شاردين، وكلام غالي ما زال كيدور في بالها. غالي كيقرب ليها بشوية بصوت هادئ ولكن فيه جدية: غالي: ليلى راه ما بغيت غير نهدر معاك بصراحة، بلا لف ولا دوران. ليلى كتحبس النفس ديالها وكترد ببرود: ليلى قول اللي عندك، ولكن عافاك بلا ما تجيب سيرة سليمان. غالي كيهز راسه وكيقول: غالي ما جبتوش غير حيت بغيتي تنسيه، ولكن حيت خاصني نعرف الحقيقة. وش باقي شي حاجة بينك وبينه؟ ليلى كتتنهد وكتقول بحزم: سليمان مات في حياتي، دار اللي دار وحرق كل شي، دبا ما بقى غير الماضي وانا سكرت عليه الباب. غالي كيبان عليه الارتياح وكيطلب منها تعطيه فرصة باش يتقرب منها، ولكن ليلى كتطلب منه الوقت حيت قلبها مازال معور. مشهد ثاني: سليمان وسارة في الطوموبيل، الجو مشحون. سارة كتشوف فيه بنظرة شك وكتقول: دبا فين غادي بيا، ولا غير خرجتني باش تسكتني؟ سليمان كيرد بعصبية: سليمان قلتلك عندنا خدمة وما تبقايش تضغطي عليا. سارة كتضحك ضحكة خايبة: سارة الخدمة ولا ليلى، راه أنا عرفت كل شي وباقي كتكذب. سليمان كيسكت وهذا السكوت كيخوف سارة أكثر. مشهد ثالث: في دار ليلى والدتها وسونيا كيهدروا. سونيا كتحاول تجر الكلام: ماما وش لاحظتي ليلى تبدلت؟ راه باين عليها شي هم كبير. الأم كترد بحكمة: ليلى دازت من بزاف وخاصها غير اللي يفهمها مش اللي يجرها لمشاكل جديدة. سونيا كتحس بالغيرة حيت كتشوف في غالي خطر حقيقي. مشهد رابع: جميل كيدخل للشركة معصب وكيواجه سليمان مباشرة. جميل: دبا بغيت نفهم وش ناوي تزيد تعقد الأمور؟ ليلى خرجت من حياتك، علاش باقي كتجر الناس معاك؟ سليمان كيرد ببرود: حياتي أنا وانت مشي وصي عليا. جميل كيقرب ليه وكيقول بحدة: ولكن أنا أخوها وما نسمحش ليك تأذيها مرة أخرى. مشهد خامس: سارة كتكون بوحدها وكتخرج التليفون وكتعاود تشوف الفيديو اللي مصوراه، عينيها عامرين بالحقد. سارة بينها وبين راسها: إما أن كون مراتك يا سليمان ياني دمرك. مشهد سادس: ليلى راجعة لدارها، كتلتقي اتصال من سليمان، كترد بتردد: شنو بغيتي؟ سليمان بصوت متكسر: سليمان بغيت غير نهدر معاك، راه غلط وعرفت قيمتك من بعد ما ضيعتك.
ليلى كتسكت لحظة ومن بعد كتقول: بعض الغلطات ما كيتصلحوش بالكلام، أنا دبا بغيت أعيش في سلام. وكتقطع الخط. مشهد سابع. غالي كيهدر مع والدته. غالي: ماما بغيت أتزوج. الأم كتتفاجأ وكتسوله: واش قلبك مرتاح؟ غالي كيهز راسه بالإيجاب: مرتاح، ولكن الطريق مازالت طويلة. مشهد ثامن. ذروة الحلقة. سارة كتمشي مباشرة لدار ليلى بلا موعد. ليلى كتحل الباب وكتتفاجأ: ليلى: سارة، شنو جابك؟ سارة بابتسامة مصطنعة: جيت هدرت معاك حيت باين إن مصيرنا مربوط بسليمان. الجو كيتكهرب. ليلى كتشد الباب بإيدها وسارة كتشوف فيها بنظرة تحدي. ليلى: أنا خرجت من هذه اللعبة، ولكن باين اللي ما باغي يخرج هو أنتي. سارة كتقرب وكتقول بصوت منخفض وخطير: اللعبة ما سالت ومازال جاي الدور ديالك.